أهلا أهلا، أتمنى تكونوا بخير النهاردة. كل سنة وانتم طيبين جميعا وعام سعيد علينا إن شاء الله. بالمناسبة الحلوة دي حبيت أعمل لكم وصفة النهاردة تكون سهلة وبسيطة وحلوة جدا كمان. هنعمل حلى الكريسماس السهل البسيط اللي مكوناته سهلة وبسيطة جدا وطعمه كان رهيب ولذيذ جدا بجد. بصوا، من سهولتها وحلاوتها مش قادرة اقول لكم قد ايه. يلا بينا على طول نشوف طريقة اعدادها ومكوناتها هتكون ازاي. يلا بينا. اول حاجة هنا ده نوع البسكوت اللي انا استخدمته. متهيألي مفيش حاجة سهلة وبسيطة وسعرها قليل اكتر من كده وطعمها حقيقي كمان حلو جدا بجد. في منه النوعين دول، نوع طويل كده ونوع مدور. انا هستخدم النوع الطويل بالشكل ده، واستخدمت حوالي 500 جرام، يعني كانت علبة بسكوت كاملة. هبتدي ان انا اكسرها بالشكل ده. مش هكسرها صغير خالص ولا هخليها كبيرة. هحاول اخليها وسط زي ما احنا شايفين كده. هعمل الكمية اللي معايا كلها بالشكل ده. ما تنسوش، عايزاكم تقولولي ايه رأيكم في طريقة التصوير الجديدة دي احلى ولا التانية، والاضاءة كمان واللوكيشن. عايزاكم تقولولي في التعليقات انهي احلى وانهي واحدة عجبتكم اكتر. كده تمام. انا كده كسرت البسكوت كله معايا بالشكل ده. هنخليه بقى على جنب ونجهز صوص كده معانا خفيف. معايا هنا حوالي كوباية لبن، هضيف لها كوباية سكر، وهضيف كمان معلقة فانيليا سايلة كبيرة. ممكن تحطوا باودر لو انتوا عايزين اللي تحبوه. وهقلبهم كويس جدا مع بعض في الاول. طبعا هتلاقوا المقادير مكتوبة تحت في صندوق الوصف بالظبط للي يحب يشوفها ويراجعها تاني. كده تمام. هرفعهم بقى على النار بالشكل ده، مع برضو التقليب المستمر لحد ما السكر بتاعي يدوب خالص ويبتدي اللبن يدفى معايا. هزود الكاكاو بتاعي، وهنا استخدمت كاكاو خام بدون سكر خالص، حوالي كوباية او 60 جرام بالظبط للي يحب المقادير بالميزان. هتلاقوها برضو مكتوبة في صندوق الوصف تحت. هبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الكاكاو بتاعي يدوب مع اللبن او الحليب وما يكونش فيه اي تكتلات خالص. واول ما يبتدي يتقل معايا كده شوية، هبتدي ان انا اضيف الزبدة. معايا هنا حوالي 150 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني حوالي نص كوباية. هضيفها كلها بالشكل ده وهقلبهم كويس جدا لحد ما الزبدة بتاعتي تدوب خالص في قلب الصوص اللي احنا عملناه. وما اقولكوش بقى هنا الريحة كانت عاملة ازاي يا جماعة، ليكوا ان تتخيلوا. الريحة كانت حلوة جدا بجد. كده تمام. بدأت الزبدة تدوب معايا بالشكل ده والصوص بدأ يتقل كمان. كده تمام. هرفعه من على النار وهنزل بيه على البسكوت بتاعي بالشكل ده وهو سخن، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يمتزج البسكوت بالصوص بتاعي بالشكل ده ويتغطى كله. زي ما احنا كده شايفين بدأ البسكوت بتاعي يتشرب من الصوص، وهيكون معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده تمام ومظبوط جدا معايا بالظبط. بعد كده هجيب ورقة زبدة زي ما احنا شايفين كده، واحاول ان انا اظبطها واوسطنها وانزل عليها بالبسكوت بتاعي بالشكل ده. هاخد الكمية كلها. مش هخلي حاجة فيها خالص لان طعمها كان حلو جدا. كده تمام. نزلت الكمية كلها. هبتدي بقى ان انا اوزعها بحيث انها تكون متساوية وتكون واخدة معايا شكل الاسطوانة زي ما احنا شايفين كده. انا عايزاها كلها تكون حجم واحد، وهبتدي ان انا الفها بالشكل ده. وورقة الزبدة هنا هتسهل معايا الموضوع خالص.
كده تمام. بصوا هحاول ان انا اضغط عليها بالشكل ده والف فيها كده، وبعد كده هقفلها من الجناب علشان احكمها كويس واخلي سمكها كله يكون واحد. كده تمام. هخليها بقى في الفريزر معايا ساعتين. وبعد كده معايا هنا شوكولاتة بالحليب. فيكم تستخدموا شوكولاتة خام لو انتوا عايزين، لكن انا بفضل الطعم ده او اي نوع شوكولاتة انتوا بتحبوه. هحطها في الميكرويف 30 ثانية لحد ما تدوب معايا ويكون قوامها مظبوط كده. بعد كده هطلع بقى معايا البسكوت بتاعي من الفريزر بالشكل ده، وده شكله بعد ما طلع. قعد حوالي ساعتين بالظبط. هبتدي بقى ان انا اقطعه حلقات زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى الشكل جميل جدا ازاي، والطعم كمان يا جماعة حلو كان جدا بجد. لازم تجربوها. زي ما احنا شايفين الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وما خدتش معانا اي وقت ولا مجهود خالص. بصوا بقى شكلها لما اتقطعت، شكل البسكوت اللي مش متغطي بالشوكولاتة مع اللي متغطي بالشوكولاتة كانت حلوة جدا بجد. هكملها بقى كلها، اقطعها بالشكل ده حلقات كده. قطعتها كلها بصوا، ونفس السمك بالظبط. طبعا ممكن تتاكل كده وطعمها يكون حلو كمان، لكن احنا هنعمل بقى حاجة تانية. وهنجيب معانا الصوص الشوكولاتة اللي احنا سيحناه، وهبتدي ان انا اغمس كده البسكوت بتاعي فيها. يا سلام، يعني جمال لوحده زودته جمال شوكولاتة تانية. بجد يا جماعة الوصفة حلوة جدا بجد، وطعمها كان حلو جدا جدا. انا متأكدة انها تعجبكم وسهلة كمان. احنا يعني ممكن لو رايحين عند اصحابنا او قرايبنا ممكن نعملها وناخدها معانا، وهتكون حاجة احنا عاملينها بايدينا، هيفرحوا وينبسطوا بيها جدا، ومش مكلفة كمان. كده تمام. انا هعملهم كلهم بالشكل ده بسرعة بسرعة بسرعة. وهنا الشوكولاتة هتتماسك بسرعة. بصوا بقى بعد ما تماسكت وانا بقدمها، انا عارفة مهما هفضل هقولكوا على جمالها وحلاوتها وطعمها مش هتصدقوا او تتخيلوا قد ما هتجربوها. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. تقولوا لي رأيكم في الكومنتس ايه، وما تنسوش اللايك. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.